كتير قوي بنكون مفكرين ان الجمال نعمة، ما بنكونش واخدين بالنا انه ممكن يكون نقمة كبيرة جدا، وانه يكون سبب في فقداننا لحياتنا او فقدان ناس كتير قوي بنحبهم. في ناس كتير قوي حوالينا شايفين ان من حقهم يكونوا قضاء علينا، يتحكموا في تصرفاتنا ويقيمونا على اساس تصرفاتنا، ويقولولنا ده صح وده غلط، والتصرف اللي ما يعجبهمش يحكموا علينا بسرعة بالاعدام، وكأنهم مش واخدين بالهم ان في حاجة اسمها ربنا، وان ربنا هو الوحيد اللي بايده يحكم في تصرفات الناس ويعاقب ويحاسب الناس على تصرفاتهم، وفي ايده ان هو يحكم على شخص او انه يغفر له. في قضية النهاردة البنت فقدت حياتها لمجرد ولا حاجة. اشخاص قرروا ان هم هيتخلصوا منها لمجرد انها بتخالف تقاليدهم وعاداتهم. هنتكلم النهاردة عن قضية ذات العيون الزرقاء، فتاة المالديف، البنت اللي دفعت عمرها بلا هدف. أشخاص قرروا قتلها من غير أي سبب، ولحد دلوقتي الأشخاص دول ما تعاقبوش، مع إنهم عاقبوا شخص بريء من غير أي أسباب. يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة لو أول مرة تشوفونا وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نشوف فيديو النهاردة. في 18 مايو سنة 1996 على جزيرة المالديف، وتحديدا كده في جزيرة صغيرة قريبة من المحيط الهندي، اتولدت روضة محمد عاطف. روضة اتولدت في عائلة مسلمة، واللي مكونة من روضة والدها الدكتور محمد عاطف ووالدتها وأخ لروضة. المهم ان روضة اتولدت بجمال ساحر وجذاب ومختلف عن كل اللي حواليها. روضة كانت بنت جميلة، جمالها مميز، خصوصا لون عينيها اللي كان بيميل للزرق كده، لون مياه المحيط اللي كانت عايشة جنبه. المهم ان روضة قضت حياتها عادي وفضلت ان هي تكبر، وكل ما الوقت يمر كل ما روضة تكبر وكل ما الانظار حواليها بتنجذب ليها، وان الناس بيشوفوها احلى واحلى كل ما تكبر، وكل ما ثقتها في نفسها بتقوى، وكل ما بتشوف نفسها شخص مميز اكتر واكتر. ويمر بينا الوقت لحد ما رضوى دخلت المدرسة الثانوية، وهناك قررت رضوى ان هي مش حابة نظرات الناس ليها على انها مجرد بنت جميلة وخلاص. قررت انها تعمل حاجة مفيدة تخلي الناس يعرفوها بيها وينجذبوا ليها بسبب الحاجات المفيدة اللي بتقدمها لهم. وفعلا قررت انها اول ما هتنتهي من المدرسة الثانوية هتدخل كلية الطب وتكون دكتورة زي والدها. وعرفت انها حابة الشيء ده بمجرد انها حست انها بتحب تساعد اللي حواليها وخصوصا الاطفال. هنرجع شوية كده لما كان رضوى عندها 14 سنة، وكانت بتشارك في حملات كتير قوي زي مثلا حملة التوعية البيئية، وده لأنها كانت شخص جميلة ومميزة، وجمالها كده كان بيخليها يعني مختلف عن كل اللي حواليها. المهم ان يمر الوقت برضوى لحد ما وصلت ل 17 سنة، واللي كانت في السنة الأخيرة من الثانوية، وكانت انتشر ليها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي فجأة وجابت ملايين المشاهدات، والصورة دي حرفيا شافها ملايين من الناس حول العالم، وملايين من الناس أبدوا إعجابهم بصورة رضوى، واللي انتشرت وخلت مئات من الشركات يكلموا رضوى ويتواصلوا معاها لمجرد انهم عايزينها تعمل لهم دعاية. وفعلا رضوى شافت ان دي فرصة كويسة جدا تستغل جمالها، وبقت تعمل موديلنج لشركات كتيرة جدا وتلبس اللبس بتاعهم وتعمل عروض أزياء. وفي الفترة دي رضوى اتشهرت جدا حول العالم، ويمكن الصورة اللي انتشرت ليها دي انت شفتها في يوم من الأيام. المهم ان كل النجاحات اللي رضوى حققتها دي كانت في سنة واحدة بس، وهي السنة اللي بتفصلها من الثانوية للجامعة. المهم انها انهت فعلا دراستها في الثانوية، وقدرت انها تجيب مجموع كويس، وقدرت انها تاخد منحة في جامعة البنك الاسلامي في بنجلاديش، ودخلت كلية الطب. وهنا رضوى قررت قرارين حاسمين في حياتها. اول قرار انها خلاص هتبعد عن السوشيال ميديا وخلاص هتسيب شغل الموديل، والمفروض انها هتركز في حياتها وفي دراستها للطب. وتاني قرار هو انها هتدرس سنتين بس في منحة الجامعة بتاعة البنك الاسلامي، وبعد كده هتسافر لاهلها في استراليا علشان تكمل تعليمها هناك، وهناك هتعيش وسط اهلها.
وفعلا سافرت بنجلاديش وعاشت في سكن الطالبات، وقضت سنة من السنتين المفروض هتدرس فيهم في جامعة البنك الإسلامي. المهم في تاني سنة، مع ان رضوى كانت بعيدة خالص عن السوشيال ميديا وبعيدة عن شغل الموديلنج، إلى انها تواصل معاها مجلة فوج الهندية او فوج انديا. المجلة دي مش مجلة عادية، المجلة دي مجلة عالمية لها فروع في كتير قوي من دول العالم، وكمان ملايين المشاهير بيتمنوا ولو صورة واحدة بس تنزل ليهم في مجلة فوج الهندية، او حتى مثلا يعملوا معاهم لقاء واللقاء ده يتكتب في مقال في المجلة. ورضوى جالها فرصة انها تعمل جلسة تصوير مع المجلة، وكمان الصور هتتحط على غلاف المجلة، يعني فرصة ما تتعوضش. المجلة دي كان ليها علاقة بالفاشن والموضة والأزياء والجمال والحاجات دي. المهم ان رضوى اكيد وافقت وبدأت تعمل جلسة التصوير مع مجلة فوج الهندية، وكانت مبسوطة جدا واهلها كانوا مبسوطين جدا، وكان معاها 5 عارضات ازياء كانوا من الجنسية الهندية. المهم بعد ما رضوى عملت جلسة التصوير كانت فخورة بنفسها وكانت مبسوطة جدا، واهلها كمان كانوا فخورين بيها. ولكن رضوى كانت في الجامعة بتلاقي انتقادات كتيرة جدا من اللي حواليها، ومضايقات اكتر، وكلام كان بيهينها وتنمر اكتر واكتر عليها، وده لانها كانت بتلبس لبس غريب على بنجلاديش، او خصوصا عن البنات اللي كانوا موجودين في جامعة البنك الاسلامي، وكانوا بيشوفوا دايما انها مخالفة للعقيدة الاسلامية ومخالفة للدين الاسلامي، وكانوا دايما شايفين ان هي لازم تغير من نفسها او هيفضلوا بعيدة عنها وهتفضل شخص منبوذ منهم. المهم ان رضوى كانت بتعاني طول الفترة بتاعة دراستها دي، وكان اللي مصبرها هو ان اهلها كانوا طول الوقت يقولوا لها خلاص هانت كلها كام شهر وتيجي دينا استراليا، وكانوا بيطلبوا منها انها تستحمل علشان بس تخلص السنتين بتوع الدراسة. وفعلا رضوى كانت بتحاول تستحمل. أهلها خافوا عليها من المضايقات اللي بتتعرض ليها، وطلبوا منها إنها ترتدي الحجاب بس أثناء وجودها في الجامعة، أو أثناء مثلا إنه هي موجودة في شوارع بنجلاديش، علشان ما تلاقيش أي مضايقات تضايقها أو أي تنمر. المهم رضوى وافقت وبقت ترتدي الحجاب أثناء وجودها في الجامعة، وكمان وأي وقت وهي بره كانت ترتدي الحجاب، لحد ما في يوم ونزلت الصورة اللي كانت على غلاف مجلة فوج انديا. وزي ما قلت لكم دي مش اي كده مجلة والسلام، دي مجلة مشهورة ومجلة معروفة جدا، وطبعا كل اللي حواليها شافوا صور رضوى عليها، واللي كانت بترتدي فيها ملابس مخلة وكمان ما بتنتميش للدين الاسلامي، وكل اللي حواليها بقوا يبعدوا عنها وما كانوش حابين انهم يتعاملوا معاها بالمرة، وبقت شخص منبوذ تماما. كل اللي حواليها بعدوا عنها وكانت بتعاني، وزي ما قلت لكم كان الشيء اللي مصبرها هو مكالمتها مع أهلها. ويمر بينا الوقت اليوم 29 مارس سنة 2017. عايزة اقول لكم ان رضوى زي ما قلت لكم كانت قاعدة في سكن الطالبات في جامعة البنك الاسلامي، وكانت قاعدة تحديدا في غرفة 209. وفي اليوم 29 مارس سمعت مديرة سكن الطالبات صوت صريخ جاي من ناحية الدور اللي فيه غرفة 209، ولما مشيت اتجاه مصدر الصوت لقت مجموعة كبيرة من البنات واقفين قدام غرفة 209 واللي هي غرفة رضوى، وعمالين يخبطوا على الباب وبيحاولوا يفتحوه. ولما سألتهم في ايه ما كانش في اي رد غير انهم بيكسروا الباب وبيدخلوا على رضوى، وبيشوفوا رضوى وهي متعلقة من رقبتها في المروحة بإشارة بلونه أزرق، ويقولوا إن خدمته كانت ستان أو حرير، وهو ده كل اللي شافوه. وطبعا أول ما شافوا المنظر ده جريوا عليها وفكوها من المروحة ونيموها على السرير، وأكيد كلهم كانوا بيقولوا إن دي عملية انتحار وإنها أنهت حياتها بنفسها، ومحدش شك ولو للحظة إن دي ممكن تكون جريمة قتل. ولما طلبوا الشرطة والشرطة جت، وأكيد لو ده كان مسرح جريمة أكيد بكم البنات الهايل اللي دخل، وكمان إنهم كانوا بيلمسوا مناطق كتير قوي في غرفة 209 أو غرفة روضة، يبقى أكيد لو في أي دليل أو أثر واحد على المجرم أكيد اتمسح. المهم إن لما الشرطة جت خدت الجثمان بتاع روضة وشرحوا جثمان روضة ومن غير ما أهلها يعرفوا. وبسبب تشريحهم لجثمان رضوى حصل كتير من المشاكل لأسباب كتيرة. أول سبب مثلا إن هم عملوا تشريح داخل مستشفى الجامعة،
اللي هيشرف اصلا على التشريح مين؟ دكاترة الجامعة، اللي اكيد لو في اي حاجة هتمس سمعة الجامعة اكيد هيتستروا عليها. زي مثلا لو دي جريمة قتل واتعرفت اكيد سمعة الجامعة هتتأثر، فاكيد لو دي جريمة قتل هيكذبوا وهيقولوا ان هي اللي انهت حياتها، وهو ده اللي حصل فعلا. وتاني سبب ان هم شرحوا جسمها قبل ما يعرفوا عيلتها، وبعد ما انهوا عملية التشريح كلموا عيلتها وبلغوها بالخبر. والاغرب هو ان عملية تشريح جثمان رضوى ما خدش غير 30 دقيقة، حرفيا لو بيشرحوا حيوان هياخد اكتر من كده. المهم ان اول ما والدها جه وعرف ان هما بيقولوا ان بنته هي اللي انهت حياتها كان رافض تماما كل اللي بيقولوه، واقرب الناس ليها واهلها كانوا رافضين تماما فكرة ان رضوى تكون انهت حياتها. يعني معلش تعالى نفكر فيها كده بالعقل، ايه اللي يخليها تنهي حياتها وهي فاضل لها 6 شهور وتسافر لاهلها؟ يعني مثلا لو قلنا انها قررت تنهي حياتها لانها بتلاقي تنمر كتير قوي من اللي حواليها او انها كانت منبوذة منهم، تعالى ما اقولك ان رضوى كان فاضل لها 6 شهور وتسافر لاهلها، يعني فتره صغيره جدا وهتسافر لاهلها. اللي يخليها تستحمل سنه ونص من التنمر ومضايقات اللي حواليها ليها اكيد كانت تستحمل ال6 شهور. ده غير ان رضوى كانت ناجحه جدا في شغلها كموديل وكمان شاطره جدا في دراستها. ايه اللي يخلي رضوى تنتحر مره واحده؟ ايه اللي يخليها تقرر تنهي حياتها ومفيش اصلا سبب صغير يخليها تعمل كده؟ علشان كده اهلها وكل اللي حواليها كانوا رافضين القرار ده. كلام كتير قوي طلع حوالين انهاء رضوى لحياتها، وكانوا عايزين يدفنوا جثمان رضوى باسرع وقت. يعني دي اغرب حاجة حصلت فعلا، ان هم كانوا عايزين يدفنوها باسرع وقت. ده غير كمان ان هم كانوا رافضين ان يتم تشريح الجثمان خارج اي مستشفى بعيدة عن مستشفى الجامعة، وقرروا ان مفيش اي دكاترة هيشرفوا عن تشريح الجثمان غير الدكاترة اللي اشرفوا على التشريح اول مرة، ومفيش تشريح هيحصل مرة تانية. وفعلا تم دفن جثمان رضوى يوم 1 ابريل، يعني بعد الحادثة بيومين بس. المهم الناس والشرطة والجامعة عايزين يقفلوا القضية على إنها قضية انتحار، ولكن والد رضوى وأهلها وأقرب الناس ليها مش شايفين إن دي قضية انتحار بالمرة، وعايزين يحققوا أكتر وأكتر، خصوصا إن والدها أصلا كان دكتور في الطب الشرعي وكان شايف إن مفيش علامة واحدة تدل إن رضوى هي اللي أنهت حياتها. وقرر انه مش هيسكت على حق بنته، وان هو اللي هيفتح التحقيق لوحده وهيحقق في القضية دي بنفسه، وانها تكون اهم قضية يدخلها. ولد رضوى قال انه اثناء ما شافها كان في علامات اصابع حوالين رقبتها وكأن حد بيحاول يخنقها، فقال للشرطة، ولكن الشرطة كان ردها هو ان دي اصابع رضوى اثناء ما كانت بتحاول تفك نفسها او تفك الاشارب بتاعها اللي كانت خانقه بيه نفسها من على رقبتها. يعني وهي بتنتحر قررت ان هي ترجع في كلامها وتفك الاشارب من حوالين رقبتها، وبعد كده ما قدرتش. ولكن بما ان والدها اصلا دكتور في الطب الشرعي قال ان لو كانت رضوى بتحاول هي تفك الاشارب من حوالين رقبتها كانت صوابعها هتكون مفتوحة وايديها هتكون مفتوحة على عكس الشكل اللي شافه في رضوى، وقال ان ايديها كانت مقبوضة يعني كانت قافلة ايديها. دي اول نقطة شكوا فيها من ناحية ان رضوى هي اللي انهت حياتها. تاني نقطة قالوا فيها هو ان كان في علامات بارزة قوي حوالين رقبة رضوى، وقالوا ان اللي رضوى كانت رابطة بيه رقبتها كان اشارب من الستان او الحرير، وخامته ما تعملش اي بروز او علامات من اللي كانت موجودة حوالين رقبة رضوى. ووالدها قال ان اصلا العلامات دي زي ما تكون معمولة بحزام او بحاجة ليها يعني حاجة حديد او كده هي اللي تعمل العلامات البارزة اللي على رقبة رضوى. ولكن برضو الشرطة ردت وقالت ان اللي عمل كده هي الحاجات الحديد اللي كانت في الاشارب، ولكن لو انتوا شفتوا الصور الحقيقية لجثمان رضوى هتعرفوا ان دي ابدا مش علامات لكور كده حديد زي ما بتكون في الاشاربات، الاكسسوارز اللي بتكون في الاشاربات دي فعلا زي ما تكون حاجة حديدة كانت مربوطة او يعني حزام حاجة جامدة تعمل علامات بارزة حوالين رقبة الانسان. ده غير ان والدها قال لو ده كان من الاشارب كان المفروض ان العلامات دي هتروح اول ما يشيلوا الاشارب حوالين رقبتها، لان الاشارب خامته ناعمة.
المهم هندخل على تاني حاجة والدها كان مستنكرها في ان بنته تكون هي اللي انهت حياتها. قالوا انهم دخلوا لقوا بنته متعلقة في مروحة. طب تعالوا نشوف المروحة اللي رضوى كانت متعلقة فيها. المروحة حرفيا ما تستحملش اي حاجة تتعلق فيها، ما بالك بقى لو شخص وزنه 55 كيلو زي رضوى اتعلق في المروحة دي. والدها قال ان يعني اكيد رضوى ما كانتش متعلقة في المروحة، يعني دي اكيد فكرة او قصة هم مؤلفينها. طيب تعالوا ندخل على نقطة تانية والدها برضو كان بيقول عليها انها غلط وان بنته مش هي اللي عملت كده في نفسها. لما والدها حاول يقول لهم على العلامات اللي كانت حوالين رقبتها كان ردهم ساذج جدا. اخر ما زهقوا منه لما فضلوا يقولوا له ان دي من علامات الاشارب او من الحديدة اللي بتكون في الاشارب، ردوا عليه وقالوا له ان دي وحمة رضوى مولودة بيها، واللي ده وحمة كانت في جسم رضوى. يعني لو اهلها مش هيشوفوا الوحمة بتاعت بنتهم اللي اصلا في رقبتها، يعني مش اي مكان في جسمها، لا في رقبتها، يعني اي حد اصلا حواليها هيكون شايفها. ده غير ان اصلا رضوى موديل وليها الاف من الصور، مفيش صورة واحدة بس بتبين ان رضوى ليها وحمة في رقبتها. يعني رد فعلا مش منطقي بالمرة. يعني انا اصلا اقتنع اكتر بالاشارب عن ان انت تقولوا ان دي كانت وحمه في رقبتها، اقتنع اكتر ان دي علامه من الحديده في الاشارب. ده لو هقتنع يعني، بس انا اصلا مش مقتنعه ابدا، ومقتنعه فعلا ان الكلام اللي والدها كان بيقوله كلام صحيح. طيب تعالوا ندخل على حاجه تانية والدها برضو حب يظهرها للشرطه وللناس كلها. والدها لما دخل للمكان اللي كانت فيه او غرفتها اللي هي غرفه 209، لقى ان الاوضه دي كانت متكركبه تماما، زي ما يكون في صراع كبير حصل في الغرفه دي. ده غير انه لقى المرايه كانت مكسوره وزجاج الترابيزه كمان كان مكسور. ده غير انه لقى ان رضوى كانت عامله كوبايه شاي وبتشرب فيها، وكمان لقى طاسه والطاسه دي كانت رضوى بتعمل فيها اكل. يعني اقنعوني ازاي واحدة مقررة انها تنتحر هتقوم تعمل اكل وتشرب شاي؟ يعني الواحد يكون منتحر ده ما بيكونش اصلا، بتكون نفسيته متدمرة، ما بيكونش ليه نفس ياكل، لا دي بتعمل شاي وواكلة وبتعمل وبتشرب شاي وبمزاج وكده. فاللي هو انا قاعدة فاضية طب هقوم انتحر؟ لا طبعا دي حاجة كانت دليل على ان رضوى ما كانتش ناوية ابدا انها تنهي حياتها، لانها بقى لو كانت بتحب تنهي حياتها وهي مزاجها رايق. المهم ان والدها برضو لما حب يتكلم عن الموضوع ده الشرطة ما ادتش اي اهتمام وردت عليه برد ساذج كالعادة. طب تعالى نشوف كده مين اصلا اللي عرف ان رضوى جوه في الاوضه ومنتحره. احنا عرفنا ان صاحبه السكن او مديره السكن سمعت البنات وهم بيصرخوا على غرفه رضوى. هم عرفوا منين ان رضوى جوه الاوضه ومنتحره؟ رضوى كان ليها صديقة، وصديقتها دي كانت متعودة كل يوم الصبح تروح لرضوى على غرفتها. وفي اليوم ده راحت لرضوى ولكن لقت الغرفة بتاعتها مقفولة. وفجأة قررت انها تبص من الفتحة اللي سمكها حوالي 10 ملي من فتحة الباب، وشافت هنا رضوى وهي متعلقة في المروحة وكانت مخنوقة بإشارب بلون أزرق. هو ده كل اللي شافته، وراحت وصرخت على البنات علشان يجوا يشوفوا رضوى. دي صديقة رضوى اللي كانت مقربة ليها جدا، واللي غرفتها كانت قريبة جدا من غرفة رضوى. صديقة رضوى دي كان اسمها سيرات، وكانت زي ما قلت هي اكتر شخص مقرب لرضوى. المهم ايه بقى الغريب في القصة؟ يعني البنت شافتها من فتحة الباب وعرفت انها مشنوقة فطلبت البنات ان هم يساعدوا رضوى. ايه بقى الغريب؟ الغريب ان رضوى كانت مكلمة والدتها قبلها بفترة وقايله لها ان في حد حط لها منوم في الشاي، وبعد كده عرفت مين اللي عمل كده. اللي عمل كده هو صراط. ورضوى راحت وكلمتها وزعقت لها واتخانقت معاها وبعدت عنها، ما بقوش صحاب. طيب تاني حاجة اصلا يعني المفروض ان احنا نشك في صراط دي علشانها، هو ان قبل الحادثة دي بيوم راحت رضوى لدكتورة الجامعة وقالت لها ان هي حاسة انها عايزة طول الوقت تتقيأ، وانها مش حاسة انها تمام، وان حاسة انها مريضة. المهم ان رضوى كان موجود في غرفتها كيس سم فران، ولكن ما نعرفش هل هو ده الكيس الوحيد اللي كان موجود في الغرفة ولا لا، لان ببساطة الغرفة دي دخلها مئات من الطالبات، ما نعرفش مين اللي دخل ومين اللي طلع، وهل
حد دخل حط السم ده بعد الحادثة، ولا هو كان موجود قبل الحادثة وكان موجود منه مثلا كيسين 3 وهم شالوا كيس؟ والله اعلم، محدش عارف كان موجود ايه. طيب ايه الحاجة الغريبة اللي حصلت بعد وفاة رضوى؟ الغريب اللي حصل بعد وفاة رضوى هو ان بعد وفاة رضوى تقريبا بيومين حساب الانستجرام بتاعها اتفتح، ولوحده كده عمل انفولو لشخصين. الشخص الاول هو سيرات، والشخص التاني هو ولد زميل سيرات ورضوى، يعني كان ما بينهم هما التلاتة يعني علاقة صداقة. المهم ان بعد ما حصل انفولو للشخصين دول الحساب اتحذف كله مرة واحدة، وده كله اصلا غير منطقي. ليه؟ لان التليفون اصلا بتاع رضوى كان مع الشرطة، ولا الشرطة ولا اهلها كانوا يعرفوا الحساب بتاع رضوى، ما كانوش يعرفوا الباسورد بتاعه. في 14 ابريل اتحولت القضية لادارة البحث الجنائي، اللي قرروا ان بعد 13 يوم من وفاة رضوى يطلعوا جثمانها مرة تانية ويعملوا لها عملية التشريح مرة تانية. وهنا التحليل طلع ان التقرير بيقول ان دي عملية انتحار. المفروض بقى والدها يصدق؟ لا، والد رضوى برضو رفض القرار ده، وقال ان بنته عمرها ما هتنتحر، وان هما بيتخطوا دلائل كتير ممكن تجيب لهم القاتل، ولكن هما اللي مش عايزين يطلعوا القاتل او بيتستروا على حاجة. في إدارة البحث الجنائي قالوا ان رضوى انهت حياتها فور انفصالها عن حبيبها، واللي كانت متعرفة عليه واللي كان اسمه شاهي وكان بيدرس في لندن. وقالوا ان هي بعد ما انفصلت عنه دخلت على الاكونت بتاعه قبل انتحارها بيوم، ولقت ان هو كان بيكلم بنت تانية وبيخونها، فهي ما قدرتش تستحمل الصدمة دي وخدت حبوب مهدئة. وده يفسر ليه هي تعبت وراحت لدكتورة الكلية وقالت لها ان هي تتقيأ، وبعد كده قررت انها تنتحر. والدها طبعا نفى الكلام ده نهائي، ونزل تويتة وقال فيها ان بنته عمرها ما تعمل كده، وانها مش من الشخصيات او من النوع ده من الشخصيات. وقال كمان ان هي عمرها ما تعمل كده في حياتها بسبب واحد لسه عارفاه من 4 شهور، وانها كانت اصلا ما قابلتوش غير مرة او مرتين، فازاي هتنهي حياتها تضيع نفسها ومستقبلها ونجاحها وهي لسه في عز نجاحها؟ زي ما بقولكوا ان هي عملت غلاف لمجلة فوج الهندية، واللي كانت من أكبر المجلات حول العالم. فأكيد يعني واحدة مش تبقى في عز نجاحها، ناجحة في دراستها، ناجحة في حياتها العملية، وناجحة في حياتها مع عائلتها، وفي الآخر هتيجي وتنهي حياتها عشان شخص لسه متعرفة عليه من كام شهر. والدها طبعا نفى الكلام ده كله. رضوى زي ما قلت لكم ان كان ليها اخو رضوى كان شايف عكس والده كان شايف ان سارات هي اللي قتلت رضوى، ولكن اخوها كان شايف ان اللي حصل لرضوى اكبر من سارات تماما. قال له انه شايف ان اللي قتل اخت رضوى هما جماعه متشدده، ما كانش عاجبهم سلوكها في الجامعه او سلوكها انها يعني بتشتغل موديل وبتلبس لبس غريب وكده، فقرروا ان هما ينهوا حياتها. خصوصا ان حصل حادثه تقريبا لبنتين برضو نفس اللي حصل لرضوى قبل وقوع حادثة رضوى بسنتين، والشرطة قالت برضو ان دي حادثة انتحار وان هما اللي عملوا كده في نفسهم. المهم ان والدها لقى ان الشرطة خلاص مهاش واخدة بالها من كل الأدلة اللي هو عمال يطلعها، محدش مهتم بيه، محدش مهتم بالقضية، وقرر ان هو يوكل محامية من استراليا تتابع القضية وهي في استراليا. في برنامج اسمه 60 دقيقة أو 60 minute، وهو مختص بالتحقيق في القضايا. ووالد رضوى كلمهم وبعتهم علشان يشوفوا الغرفة بتاعة رضوى، وفعلا أكدوا على كل الكلام اللي والد رضوى قاله. وقالوا كمان فعلا ان المروحة خامتها ضعيفة جدا ما تستحملش اللي يعني ان رضوى تكون متعلقة فيها او شانقة نفسها فيها. وهنا نتأكد ان دي كلها تقريبا كانت قصة هما بيخترعوها علشان يغطوا او يستتروا على المجرم. ولحد دلوقتي وقاتل رضوى ما تمش القبض عليه، ولسه والدها لحد دلوقتي مستمر في التحقيق وانه بيدور على قاتل بنته، مع انه متأكد بنسبة كبيرة ان سارات هي اللي عملت كده. ودي كانت قصة ذات العيون الزرقاء او فتاة المالديف. لو كانت القصة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس، واسيبكم في رعاية الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.